السلام عليكم، ازيكم؟ خلاص العشر الأوائل خلصوا، بدأنا في العشر الأوسط واللي غالبا بيحصل فيهم فتور وملل في العبادة. فلو حصل لك ملل في العبادة، في الفيديو ده هنقول خطوات نجدد بيها الهمة والنشاط علشان نقدر نكمل رمضان بنفس الهمة اللي دخلنا بيها إن شاء الله. أول حاجة، لو حسيت بملل أو فتور احترمي ضعفك البشري. طبيعي جدا يحصل لنا فتور في العبادة لأننا بشر والإيمان يزيد وينقص. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: لكل عمل شرة ولكل شرة فترة، فمن كانت فترته إلى سنتي فقد أفلح، ومن كانت إلى غير ذلك فقد هلك. يعني طبيعي جدا يحصل فتور في العبادة، ولكن في حد أدنى من الفتور. يعني لو الفتور في السنة فما فيش مشكلة، هنقدر نتداركه. لكن الكارثة الكبيرة والهلاك إنه لو كان الفتور والملل في الفريضة. رقم 2، مقاومي نفسك الأمارة بالسوء. احنا عارفين ان مرضة الجن والشياطين مصفدة في رمضان. طب ايه اللي بيخلينا نعصي ربنا ونعمل ذنوب ومعاصي ونقصر في الطاعة؟ النفس الأمارة بالسوء وشياطين الإنس من أصحاب السوء. فنلاقي نفسنا قاعدين نتفرج على مسلسلات، برامج تافهة، حفلات ليلية، تجمعات، أغاني. الحاجات دي نحط نية من دلوقتي ونقفلها من بابها. يعني من أول رمضان ما نبدأش نتفرج عليها. رقم 3، راجعي الخطة بتاعتك وحاسبي نفسك. شوفي الطريقة اللي انت ماشية عليها، هل هي محتاجة تعديل أو تغيير؟ نوعي كمان في العبادة. ممكن يحصل لك فتور في عبادة معينة، فقللي العبادة دي وزودي في عبادة تانية. شوفي العبادة الأقرب إلى قلبك واعمليها كتير. يعني مثلا في ناس بتحب الدعاء جدا جدا، في ناس بتحب تقرأ قرآن، في ناس بتلاقي نفسها في صلاة قيام الليل، في صدقة، في صلة رحم. التنوع ده في العبادة بيخليك ما تحسيش بالملل بسرعة. كمان مهم جدا ما تقارنيش نفسك بحد. يعني مثلا في واحدة اللهم بارك بتختم ختمتين وثلاثة واربعة وانت لسه في الختمة الأولى. في واحدة بتقيم الليل بعدد ركعات كبير أو بقرآن كتير، انت بتقيمي الليل بأقل منها. فده ممكن يعمل لك إحباط. انت قارني نفسك بنفسك، شوفي انت واقفة فين وحاولي تزودي في الطاعات والعبادات بتاعتك، لأن احنا قدراتنا وظروفنا مختلفة عن بعض. رقم 4 برضو مهمة جدا، الصحبة الصالحة. ودايما بقول الصحبة الصالحة فعلا بتشجعك وبتسحبك لقدام وما بتديكيش فرصة انك تتكاسلي. والعكس صحيح، الصحبة السيئة للأسف بتسحبك لتحت. رقم 5، سماع درس علم. في دروس كده معينة لو سمعناها أو أشخاص معينة بترقق القلوب وفعلا بتشجعك ان انت تاخدي خطوة في الطاعة والعبادة. شوفي انت بتحب تسمعي لمين، او شوفي مين اللي بيديكي دفعة في العبادة. وقت ما تلاقي نفسك مش قادرة تكملي، اسمعي فورا حاجة تديكي دفعة. رقم 6، الذكر. الذكر ده من العبادات البسيطة السهلة جدا اللي كتير مننا بينساها وبيغفل عنها، مع ان اجرها كبير واثرها في قلوبنا عظيم. الاكثار من الذكر من اعظم الاسباب في طمأنينة وراحة القلب والسكون الى الله وزوال الوحشة. الا بذكر الله تطمئن القلوب. يقول الله عز وجل: من أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. يعني لو انت مهمومة، لو عندك مشاكل في حياتك، لو متضايقة ومش عارفة السبب، فعليك بذكر الله. جاء رجل إلى الحسن البصري قال: يا أبا سعيد، قسى قلبي. قال: عليك بالذكر، أو أدبه بالذكر. والذكر من العبادات اللي مش محتاجة استحضار القلب. فلو ذكرنا بلساننا بناخد أجر، لو ذكرنا بلساننا وقلبنا بناخد أجرين. ربنا يتقبل منا ومنكم. لا تنسونا من صالح دعائكم. السلام عليكم.